جهز السماعة وحضر كوباية الشاي أو فنجان القهوة وصلي على الرسول ويلا بينا. هنا القاهرة. جوزك يا هانم، تمثيلية كتبها أحمد شكري، يخرجها ديمتري لوقا. عمي بشير الخدام بيقول ان في جواب جه، على الله يكون من ماما. دي بقالها كتير ما بعتتليش. لازم هو ده اللي على المكتب. لا تنسى سهرتنا الليلة، قبلات ميم به. كده كده بقى ده هو الشغل المهم اللي بيخرج له كل يوم، ده النادي اللي بيسهر فيه. انا يخوني ويغشني بالشكل ده انا هطربق البيت على دماغه. يستحيل اقعد معاه بعد كده. خليه يتهنى مع مين به بتاعه. يتهنى؟ لا، مش ممكن اخللهم الجو، مش ممكن. استني عليا يا ست مين به لما اوريك ان ضفر الزوجه ب10 زيك. وانت يا رشاد باش انا احسن ان ما خليتك تركع قدامي. دي لو كانت إبرة كنت لقيتها، لكن دي محفظة والأكادة جديدة وفيها 80 جنيه. راحت فين بس؟ أكونش نسيتها عند ميمي. هو فين جوابها؟ أبدا مش جايبة سيرتها. الله، أنا جرى إيه لعقلي؟ جواب زي ده أسيبه بالشكل ده على المكتب؟ ده لو شافته إحسان تبقى واقعة زي بعضها. لا، ده يستخبى في الجيب. مسوار رشاد. بونسوار إحسان، انت رجعتي؟ زي ما انت شايف. بقالك كتير؟ لا، يا دوبك غيرت هدومي. تصور يا رشاد، عملت 9 زيارات، 7 منهم ما كانوش في بيتهم. مالهمش حق، هم مش عارفين ان مراتي الحلوة الظريفة رايحة تزورهم؟ رشاد بلاش تريق. انا مش بتريق، والله العظيم مراتي حلوة وظريفة. ايه عاوزني اقول لك ميرسي؟ دي مسألة ترجع لذوقك، انما انا بقول الحقيقة وبس. الحكاية ايه؟ حكاية ايه؟ انت النهارده ظريف قوي. النهاردة بس؟ لا، انما ظرفك النهارده زايد حبتين. اوام لحقت توزني حبة وحبتين؟ انا مش طول عمري معاكي كده، خصوصا لما تكون عاوز حاجة. اهو ده الكلام اللي يزعل بقى. حاجة ايه اللي عاوزها؟ بذمتك ما انتش عاوز حاجة؟ حاجة ايه بس؟ هقول لك اشتري لي فستان؟ نعم، احنا هنلقح في الكلام. الله، امال اقول لك ايه؟ يعني ابوز احسن؟ اكشر عشان تستريحي؟ طب ما تزعلش قوام كده. ما هو انت مالكيش حق. هو الظرف ده ما يكونش مجانا ابدا؟ ولا فاكره كل الناس زي بعضها؟ بتقصدني انا بالكلام ده؟ انا ما اقصدش حد. قولي، انت ناوي تخرج النهارده؟ في الحقيقه ما كنتش ناوي، انما تبقى ناوي. ده مشوار صغير بس. انا مش قلت لك قلت لي ايه؟ انك عاوز حاجه؟ برضه هتقول لي حاجه؟ هو المشوار الصغير اسمه حاجه؟ انت بقالك 15 يوم ما قعدتش ليله واحده في البيت. انت مش ملاحظ كده ولا ايه؟ ملاحظ طبعا، انما الظروف جت كده، اعمل ايه؟ انا مش بمنعك من الخروج او بشك فيك لا سمح الله. تشك فيا ازاي؟ انا عارفه انك مخلص وامين وبتحبني وما بتخرجش الا الاعمال مهمه، لكن كنت افضل انك تكون معايا. انا معاكي دايما بقلبي. تعرفي اني احيانا برمي الشغل من ايدي واقعد افكر فيكي. انا متاكده من كده. مادام متاكده خلاص. مراتي دي عبيطه بشكل. عمي بشير قال لي انك جالك جواب مستعجل. ايوه، جواب مستعجل، مستعجل جدا. خير ان شاء الله. خير خير، قصدي يعني مش خير قوي. ايه؟ محسن بيه صاحبي، انت عارفاه، كتب لي بيقول انه عيان وراقد في السرير وحالته خطره وعاوزني ازوره. مسكين. مسكين قوي، وانت عارفه زياره المريض دي الواحد ما يصحش ياثر فيها. ده زمان مستنيني على نار. على نار؟ ازاي؟ قصدي يعني بيتلهف على زيارتي. اتصوري واحد عيان ولا لوش حد يطل عليه، مش يبقى متلهف على صاحب يزوره؟ ضروري. لا، ده عذر شديد قوي. مش قلتلك مراتي دي على نياتها صحيح؟ ولقيت محفظتك ولا لا؟ لازم اكون نسيتها في النادي. انا مش قلتلك اني كنت سهران امبارح في النادي؟ ايوه انت قلت لي كده، لكن انا ما قلتلكيش ان المحفظه ضاعت. مين اللي قالك؟ عمي بشير برضه. انت مش سالته عنها؟ ايوه سالته، انما مش معنى كده انه يقولك. وفيها ايه لما قال؟ ما فيهاش طبعا، بس يعني انا ملاحظ ان كلامه بقى كتير اليومين دول. الضيوف اشتكت من كتر كلامه. معلش، ده راجل كبير، ثم لاحظ انه مخلص وامين، والاخلاص في الوقت ده بقى معدوم. ايه هو اللي معدوم؟ قصدك ايه بكده؟ قصدي في الخدامين يعني. في الخدامين، هو كده برضه. انما عمي بشير ده زودها قوي. ده لسه من كام يوم نبيل بيه قال لي. يا اخي فلقتني بنبيل بتاعك، كل ساعه والتانيه نبيل قال نبيل عاد. انت بتكرهيه ليه؟ انا لا بكرهه ولا بحبه، هو في نظري انسان عادي،
ويمكن أقل كمان شوية. عادي ازاي؟ ده ابرز شاب في الطبقه الراقيه، ثروته ما تتقدرش. وما بيبطلش كلام عنها، لو اتكلم 10 كلمات يطلع 9 منهم عنه وعن ثروته. سيبينا منه من سيرته. وعلى فكره، الفستان اللي انت لابساه ده حلو قوي. جديد؟ لا مش جديد، ده بقاله مدة عندي. لايق عليكي قوي. ميرسيه، دلوقتي قيمته كبرت في عيني. وكمان شعرك، ماله شعري راخر؟ التسريحه بتاعته في غايه الجمال. عندك كل ده عشان عاوز تخرج؟ يعني هنرجع للحكايه دي تاني؟ مفيش لزوم للكلام ده كله. اتفضل اخرج على كيفك. انا ما اقصدش كده بالمره. امال ايه اللي فستانك وشعرك؟ مهانة بعيني بتاعت كل يوم. انا عارف انك حلوه دايما، انما انت النهارده شكل تاني خالص. مش ايه اللي جد عليا؟ ادي وشي وادي ايديا، ايه اللي زاد عليهم؟ هو انا قلت لك زدت ايد ولا رجل؟ انما انت النهارده حاجه كده، حاجه تفتح النفس. وقبل كده كنت بصد النفس. وده انت كلامك راخر. ماله كلام؟ مش عاجبك؟ بالعكس، عاجبني قوي. فيه كده شكشكه تسلي. اتفضل ايه؟ اتسلى، اقشر لك منه شويه. عجايب. بقى انت احسان؟ والنبي انا احسان. واحده من اتنين، يا انت اتغيرتي يا انا اعمى. انا ما اتغيرتش. يعني انا اللي اعمى؟ انا ما قلتش كده. لا، ده انت حاجه تانية خالص. ابدا، غايه ما هناك الفرصه سمحت نتكلم مع بعض شويه. اتهيأ لك اني بقيت حاجه تانية. تهيألي؟ وانا ما اعرفش مراتي؟ لا ما تعرفهاش. ما هو ده عيبكم يا رجاله، الواحد منكم يعرف كل حاجه الا الست بتاعته. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما عندوش وقت عشان يعرفها، مش فاضي يقعد وياها. مش فاضي ازاي؟ ما هي طول النهار جنبه. عشان كده ما عندوش وقت. ايه الكلام اللي ما بيتفهمش ده؟ قولي، انت رحت الانتيكخانه كم مره؟ الانتيكخانه؟ ايه المناسبه؟ قولي رحتها كم مره؟ ايه دخل الانتيكخانه في مراتي وجوزها؟ بس قول. ان جيت للحق ما رحتش ولا مره. ليه؟ بعيده؟ غاليه؟ مش بعيده ولا غاليه، لكن ما عنديش وقت. يا سلام، غيرك بيجي لها من اخر الدنيا وانت ما عندكش وقت، دي جنبك. والله مش عارف ليه بقى. انا اقول لك ليه. الانتيكخانه موجوده مش هتمشي. ان ما شفتهاش النهارده تشوفها بكره، تشوفها بعده، السنه الجايه. جايز يكون كده برضه. ويفوت العمر كله ولا تروحهاش مع انها جنبك. انما ايه دخل الانتيكخانه في كده؟ هو الواحد عشان يعرف الست بتاعته لازم يروح الانتيكخانه؟ ايوه ايه؟ هما هيتفهموا بالهيروغليفي؟ الستات زي الانتيكخانه تمام. تبقى حاجه وحشه. الست موجوده في البيت، هتروح فين؟ خلاص، مش ضروري جوزها يقعد وياها ويفهمها. المساله مش مستعجله قوي. ايه الفلسفه الكدابه دي؟ الحقيقه كده، الواحد منكم عمره ما يهتم بمراته، عمره ما يقعد في بيته. مش ضروري يروح الانتيكخانه. انت مش هتنتقلي من الانتيكخانه بتاعتك دي؟ ايه التشبيه مش مظبوط؟ من جهه كده مظبوط قوي. الا قولي لي، نعم، تحبي حضرتك تعيشي طول عمرك في الانتيكخانه؟ طبعا لا. خلاص نبقى متفاهمين. متفاهمين على ايه؟ الواحده منكم تعمل البيت انتيكخانه تسد النفس، وبعد كده تقول الراجل ما بيقعدش في البيت. يقعد ازاي؟ احنا بنخلي البيت كده؟ وألعن من كده، يجي من بره متضايق وعاوز يروق نفسه، اول ما يخش يتكعبل في المقشه، في جردل المسح. النظافه مش كويسه؟ كويسه في وقتها، مش ساعه ما يدخل. على العموم دي حاجات ما بتحصلش كل يوم. والهانم، الست هانم، ست البيت. عاوز تقول ايه في ست البيت كمان؟ تنقي اوسخ جلابيه عندها وتلبسها. امال نعمل الشغل البيت بايه؟ بفستان سواريه؟ ويدور عليها يلاقيها ملخومه في المطبخ جنب صفيحه الزباله، ما يقدرش يفرق بين الاتنين. امال هنطبخ فين؟ في الصالون؟ بس شاطره، هات فساتين، هات قماشات، ولما يشتري لها تعلقهم في الدولاب، ما تلبسهمش الا اذا كانت خارجه. امال تخرج مبهدله؟ الواحده لما تخرج لازم تكون زي الورده. وفي البيت زي القرده، مش كده؟ ده الواحد بيشوف الست بتاعته في الشارع ما يعرفهاش. حد يعمى عن مراته؟ الانتيكخانه بتاعتك هو يخش عقله ان الموميا اللي في البيت تنسخط بالشكل الحلو ده؟ بقى احنا موميات يا رشاد؟ امال انت فاهمه الراجل بيسيب بيته ويخرج بره ليه؟ علشان جنس زاير، عينه فارغه، ما يشوفش الجوهره اللي في البيت ويبحلق في حته ازازه بتلمع في الشارع. ما هي الجوهره محذوفه في الزباله، ايده تتوسخ لما يمسكها، لكن حته الازاز نظيفه بتبرق. كلام فارغ. لو كانت الست بدل الانتيكخانه بتاعتك تخلي بيتها زي جنينه النزهه مثلا، كان الراجل طول النهار يتفسح فيها، ما يتنقلش منها، ما يعتبش المنتزهات العموميه.
كده. طبعا كده. طيب ادي حضرتك ماله حضرتي؟ بتخش تتكعبل في المقشه، ما بتفرقنيش من صفيحه الزباله. انا مش بتكلم عليكي انت. لكن انا بتكلم عليك انت. عليا انا؟ ما بشوفكش في جنينه النزهه، بتسيب الماء والخضره والوجه الحسن. انا وجهي حسن ما تنكرش، منكرش. ومع ذلك بتروح تنحدف في مزبله. مزبلة ايه؟ انا بحدف روحي في مزبله؟ امال القهاوي والنوادي اسميهم ايه؟ جنينه النزهه برضو؟ مش جنينه النزهه، انما كمان مش مزبله. انا في نظري ألعن. انا مش فاهمه ايه اللي بيجرجرك على هناك كل يوم. الدنيا بالنسبه للراجل غيرها بالنسبه للست. وده معناه ان الست تقعد في البيت والراجل يقعد في القهوه؟ لا، انما الراجل تلزمه في الحياه تجارب. التجارب دي مش رايح يلاقيها في البيت، لازم يطلع بره، يقعد معاه ده، يتكلم معاه ده. كل يوم؟ ما قلتش كل يوم، انما من وقت لوقت. انا صحيح بخرج كل يوم، انما الاشغال ضروريه، مش زي ما انت فاهمه. ايه اللي انا فاهماه؟ تكوني يعني بتشكي فيا ولا حاجه. فيك انت يا رشاد؟ مش ممكن. بحسب اصل كلامك كده. عارفه بيشكشك، لكن لذيذ. لما اشوف مين اللي على الباب. بونسوار. اهلا وسهلا نبيل بيه. ما تاخذونيش اذا ضايقتكم شويه، لكن ما اقدرش بصراحه افوت قدام بيتكم من غير ما احود عليكم ابدا. اتفضل يا نبيل بيه، اتفضل. ايه ده؟ انت فين يا رشاد؟ ادي كام يوم يا اخي ما شفتكش. لكن انا عذرك بصراحه، ما دام عندك ست ظريفه بالشكل ده تخرج ليه يا اخي؟ انا مش بحوش جوزي من الخروج يا نبيل بيه، هو حر في كل تصرفاته، مش كده يا رشاد؟ كده يا احسان. انت جانتي قوي يا مدام، انا دايما بقول عنك كده. ميرسي. تعرف انها خساره فيك يا رشاد؟ طلقيه يا مدام. الله انت بديتش بتقول ايه؟ ما تحاسب يا اخي على كلامك. ما تخافش يا رشاد، انا ما اسمعش كلام. انا بهزر بس. ده هزار دمه تقيل قوي، الهزار ما يكونش في المواضيع دي. ما تزعلش يا رشاد، نبيل بيه ظريف قوي قوي. اوه ميرسي مدام. وعلى فكره امبارح حصلت في النادي حته حكايه يا ريتك شفتها. يا ريته ازاي؟ ده كان امبارح طول الليل في النادي. حوش تلابيخ يا رب. انت كنت هناك يعني ما شفتكش؟ وهو ضروري تشوفني يا اخي؟ طيب ما هو انا كمان ما شفتكش، هل معناها انك ما كنتش هناك؟ لا طبعا. خلاص دي قد دي، مش ناوي اجيبها البر. بذمتك مش فضيحه كبيره دي؟ مش للدرجه دي، الناس من عادتها تهول. تهول؟ وهو في سكندال اكبر من ان اتنين من الاعضاء يمسكوا في خناق بعض؟ ايوه حاجه وحشه خالص، وده راح اخلص منه ازاي ده؟ الحمد لله اللي هم مش من الطبقه بتاعتنا، علشان يجي لهم كلامي. قلت لهم 100 مره النادي بتاعنا ده لازم يكون للاغنياء اللي زينا بس. عندك حق، هي كانت غلطه كبيره منهم. هو حصل ايه؟ الله، ازاي يا رشاد ما حكيتش للست بتاعتك على الحاجه اللي حصلت دي؟ دي حاجه انتريسون بشكل كبير قوي. ولا انت رسام ولا حاجه. ايه خناقه؟ راح احكي لها على خناقه؟ لا دي حاجه مسليه قوي يا عزيزي، انا فت على كل اصحابي حكيتها لهم. حادثه مهمه قوي يعني. احكي لي يا رشاد، حصل ايه؟ الله ينكد عليك يا بعيد. يا ستي، كنا قاعدين في امانه الله وبعدين نتخانقوا. لا 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 لا، من الاول. في الاول انا ما كنتش هناك. كانوا قاعدين يلعبوا بوكر في الصالون الاخضر. اسمه الصالون الاخضر عشان كل حاجه فيه خضره. مفهوم. وبعدين؟ وعلى غفله واحد قال للتاني ايه اللي بتعمله ده؟ قام التاني قال له يعني ايه؟ عاوز يفهم ديكها قصده ايه. لا يا نبيل، لا هو ما قالوش يعني ايه، قال له قصدك ايه. المعنى واحد على العموم؟ لا، الواحد لازم يقول الحاجه زي ما حصلت. وحصل ايه بعد كده يا رشاد؟ راحوا ماسكين في بعض. لا 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 والله لا يا بعيد. قال له انا من بدري عمال اخسر باستمرار، دلوقتي بس عرفت السبب. عرف ليه بيخسر باستمرار. اتاريك بتغش في اللعب وعنها، وراحوا ماسكين في بعض لحد ما دخلوا في وسطهم وخلصوه. لا 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 لا، اطوا يا رب. راحوا شايلينهم هما الاثنين وحاتفينهم بره خالص. طبعا يتخانقوا في النادي يعني ايه، لازم يحذفوهم بره، دي شويه كمان. اللي عاجبني فيك يا رشاد دقه الوصف. دي بتقلس ولا بتتكلم جد؟ وكسبت ولا خسرت امبارح يا رشاد؟ لا يا سيدي خسرت. عبد السلام افندي كان ظهره جامد عليا قوي. ايه بتقول مين؟ عبد السلام يا اخي، ما تعرفوش؟ ما اعرفوش ازاي، ما هو اللي كان بيغش في اللعب. ايه هو كان هو. والغريبه انه هو ومأمون افندي اللي اتخانق وياه كانوا قاعدين النهارده مع بعض على القهوه، ولا كأن حصلت بينهم اي حاجه. مش ممكن، هو ده كلام يعقل ده؟ محسن بيه شافهم بعينيه وقال لي من شويه. محسن بيه ده عيان وراقد في السرير. مين قال كده؟ يا دي الحوسه. هو كتب لجوزي انه عيان. ايوه كتب لي انه عنده برد
ورقد في السرير وعاوزني ازوره. يمكن الحكيم منعه من الخروج بالليل بس. جايز. والله انا ما اعرفش، انما اللي اعرفه اذا كان محسن بيه عيان يبقى عيان بالحمى مش بالبرد. اشمعنى يعني بالحمى؟ عشان بيحب يا عزيزي. تصور بقى محسن بيه قال بيحب. حاجه تضحك قوي دي. ما يحبش ليه؟ ما هو لو تعرف بيحب مين، هو فاكر انه سر لكن كل الناس عارفاه. مسكين ما عندوش تشانس بالمره، انا متاكد من كده خالص. متاكد منين؟ محسن شاب ظريف وشكله كويس لكن المنافس بتاعه جامد قوي واعتى منه بكتير. انا مش بشكر في نفسي، انما مش معقول ميمي بدر بتقول مين؟ مين به؟ هي ميمي بدر ما تعرفهاش؟ ولا عمري سمعت بيها، وانا تحلف لي ان انا ما فيش غيري. دي حوريه من الجنه، شعر اشقر زي سبايك الذهب، جسم مخروط بميزان الميه، عينين. خلاص فهمنا، حلوه. هتكون ايه اكتر من كده؟ ده انت لو عرفتها يا رشاد. اوه باردون يا مدام، باردون. ما تخسرش جوزي عليا من فضلك يا سينابيل. ايوه يا اخي ما تخسرش جوزها. باردون انا ما اقصدش والله. دلوقتي بقى اورفوار. مع الف سلامه. 60,000 داهيه. على فكره انا كنت خدت منك يا رشاد 10 جنيه اول امبارح، اتفضل اهم. المساله مش مستعجله للدرجه دي. لا 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 لا، انا راجل غني وما احبش حد يكون له عندي حاجه ابدا. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ المحفظه دي شكلها كويس قوي. هي دي محفظتك يا رشاد؟ ايه اللي يخليك تظني كده؟ بتاعته ازاي؟ اصل رشاد دعت محفظته امبارح في النادي. لا انا ما لقيتهاش في النادي. امال لقيتها فين؟ لقيتها هنا في جيبي. في جيبك ازاي؟ لازم كنت في حته وغلطت وحطيتها في جيبك. انا خمنت كده برضو، لكن انا النهارده ما زرتش غير واحد صاحبي، صاحب عزيز قوي، زرته الساعه 9 صباحا. لكن ده مش ميعاد زياره يا نبيل بيه. يا ست بيقول لك عزيز قوي، يزوره في الفجر كمان، فيها ايه؟ كمل. صاحبي العزيز ده مغرم قوي بلعب البكارة تيتا تيت. ايوه مغرم بيها قوي. ايش عرفك انت يا رشاد؟ باين من كلامه يعني. لقيت نفسي نازل خساره، طلعت المحفظه حطيتها على الترابيزه جنبي. نفس اللي حصل لي النهارده بعد الظهر وانا بغير هدومي، لقيت المحفظه دي في جيبي من غير مناسبه وفيها 80 جنيه. يا فلوس. غريبه الحكايه دي. انا راخر استغربت، اخدت بعضي وتاني رايح على بيت صاحبي العزيز ده بساله على محفظتي، قال لي انه بعتها لي على البيت. رحت مطلع المحفظه دي وقلت له امال دي بتاعت مين؟ قلت له بزعل كده؟ طبعا صاحبي العزيز ده بيحلف لي دايما اني انا صاحبه الوحيد. هو راخر وحيد. فاذا كنت غلطت في المحفظه دي عنده يبقى معناها انه له صاحب غيري، يعني انا ابقى مغفل. هو انت اللي مغفل لوحدك؟ وعشان صاحبي ده ما يثبت لي اخلاصه حلف لازم اخد المحفظه باللي فيها. هديت طبعا واطمنت على اني انا مش مغفل. بعد الشر عليك من التغفيل. مسير صاحبها يبان برضه ويسال عليها. يسأل ازاي يا طور؟ هو يستجري. مفيش في المحفظه كارت ولا حاجه نعرف منها صاحبها؟ ابدا ما فيهاش غير 80 جنيه. حار ونار في جدتك. ودلوقتي بقى اورفوار. اورفوار. مش رايح تزور صاحبك يا رشاد؟ ضروري، لازم اروح اسبخ له. تسبخ له؟ هو العيان بيسبخوا له؟ مين قال انه عيان؟ انت مش بتقول انه كتب لك؟ ايوه كتب لي الكذاب الغشاش. كذاب وغشاش. انت مش سمعتي نبيل قال ايه؟ يكتب لي انا انه عيان وهو داير يتصرمح مع كل واحد، وانا من تغفيلي كنت مصدقه. مالك عصبي كده؟ في حاجه مضايقاك؟ لا مفيش. لا انت باين عليك زعلان من حاجه. زعلان من حاجات كتير. زي ايه؟ عم بشير من ناحيه ونبيل من ناحيه وانت كمان. انا عملت لك حاجه؟ المقصود انا زعلان من الدنيا كلها. اللي يزعل من الدنيا كلها يبقى في الغالب زعلان من روح. اعملي معروف، بلاش فلسفه دلوقتي. انت مش فاهمه حاجه. حاجه ايه؟ الصله اللي بين ميمي ونبيل وبيني. بينك انت؟ بيني وبينك يعني. المحفظه دي لازم واحد تاني نسيها عند ميمي، وعشان ما تخسرش نبيل انكرت والمغفل صدق. يظهر انها حلوه قوي ميمي هانم دي. حلوه منين؟ دي 3/4 وشها ابويا. شعرها اصفر زي سبايك الدهب. دهب عيره. انا متاكد انه اكسجين. متاكد منين؟ كلهم كده. الصنف ده مفيش حاجه طبيعيه ابدا. الصنف ده؟ هي ميمي هانم من الصنف ده؟ انا مش فاهم هانم دي جابتها منين. ميمي حاف كده، ده صنف خطر ملعون. ما تهولش كده امال. يعني كويس لما
لما راجل متجوز يقع في الشبكة بتاعتها؟ لكن نبيل مش متجوز. أنا بتكلم على وجه العموم، ومع ذلك يعني هم المتجوزين يعني معصومين؟ كنت افتكر كده. هو كان لازم يكون كده فعلا، لكن بقى فيه مغفلين بيرمرموا. والرمرام ده بيحب مراته؟ بيحبها قوي. ازاي يحبها وفي الوقت نفسه بيحب غيرها؟ الحب درجات. افرضي مثلا اني انا اتعرفت بميمي دي، انت يا رشاد؟ ده مثلا يعني مثلا عرفتها وترددت عليها والمسألة كانت هتاخد دور. قول كلام غير ده يا رشاد. يا ست افرضي فرد. وجيتي انتي اخدتي خبر، مش كنت ساعتها تزعلي وتتخنقي وتبقى حكاية؟ ابدا، كل ما فيها كانت حالتك هتصعب عليا، وكنت اعمل كل جهدي عشان اخلصك من الوحل اللي انت اتزحلقت فيه. ما كنتيش تسبخي لي يمين وشمال؟ عشان ايه؟ لا انت هتستفيد ولا انا هستفيد. انا مش فاهمك. انا صحيح اقدر اعمله الليله والم اهلي واهلك واكبر المساله لحد ما ترسي على الطلاق، لكن في الاخر هنطلع احنا الاتنين خسرانين وهي الكسبانه. كسبانة؟ كسبانة ازاي؟ انت هتبقى في ناحيه وانا هبقى في ناحيه، مع اننا بنحب بعض قوي قوي، وهي يخلالها الجو وتسحبك وراها زي الطور. بس بلاش طور دي يا اخي مثلا. لكن انتي تسكتي ما تقوليش حاجة؟ لا طبعا ما اسكتش، اقول حاجات كتير قوي، حاجات ما تقدرش تقولها هي، ما تعرفش تقولها. كنتي تقولي ايه؟ كنت امسك ايديك في ايديا زي ما انا ماسكاهم دلوقتي، وابص في عينيك واقرا فيهم اللي اقوله، اشوف فيهم دمعة ندم، مخنوقة حيرانة مش عارفة تروح فين. افكرك بيوم جوازنا لما ابويا حط ايدي في ايدك وقال لك اسعدها يا رشاد وربنا يسعده. اقول لك قد ايه انا بحبك، وان ما فيش ست في الدنيا تقدر تحبك زي ما بتحبك مراتك اللي انت بالنسبة لها كل حاجة، املها، سعادتها، حياتها، كل دنيتها. كنت اقول لك ليه تأذيني يا رشاد؟ انا ما اذيتكش. ليه تكسر قلبي وتهدم حياتي؟ دول ملكك لوحدك، مالكش فيهم شريك. ما تهدمهمش، ان ما كانش عشان خاطر انا يكون عشان خاطرك انت. رشاد انا بحب مراتي حبيبتي. اهو ده اللي كنت اقوله، ما اعرفش اقول اكتر من كده. هتقولي اكتر من كده ايه؟ ده انت لو دبك سكينة في قلبي ما كانتش تغز اكتر من كده. لو كانت كل ست تعرف تكلم جوزها بالشكل ده كانوا استغنوا عن المحاكم من زمان. ما هو الراجل ما بيديش فرصة. هي الفرصة تتعدي؟ دي تتاخد. الست لما تعوز ما تغلبش ابدا. اديك انت اهو خلقت الفرصة لوحدك من غير مناسبة، ولو تعرفي قد ايه كلامك ده له مناسبة. تقصد ايه؟ اقصد ان انا طور حقيقي، مش مثلا حقيقي. انت اضرب نفسك. اي انا اضرب. انا غلطت غلطة استاهل عليها الشن. انا ما استحقش كلمة واحدة من الكلام الحلو اللي قلتيه ده كله. انا مش قصدي ازعلك يا رشاد. ما هي دي المصيبة، لو زعلتيني كان اهون. انت مش عارفة. لا عارفة. عارفة ايه؟ ما تبقاش تسيب جواباتك كده على المكتب لحسن حد يشوفها. انت شفتيه؟ جايز حد من الخدامين يطلع عليها تبقى مش لطيفة. انا مش في الخدامين، انا فيكي انت شفتيه قريتيه ونسيته خلاص. هو كان امتى الكلام ده؟ افتكر من 10 سنين. يا ارض انشقي وبلعيني. اذا بلعتك الارض مراتك لازم تغطس وراك وتطلعك تاني. امال ايه الفرق بين الست وغيرها؟ يعني سامحتيني. مغصوبة. الست اللي تحب جوزها لازم تحارب علشانه ولازم تكسب. والله يا احسان انا مكسوف منك، مش عارف اقول لك ايه. قول لي بحبك. بحبك. فضلا ليس أمرا الإعجاب بالمحتوى والاشتراك بقناة الموضوع. أسعدنا حضوركم.